بعد ما خلصنا ريندرينج طلعت لنا الصورة بالشكل ده، وطلع معاها اللايرز دي كلها اللي احنا اتفقنا ان احنا بنطلعها قبل كده. كل الفكرة ان انا هروح على الفوتوشوب وهروح اقول له open with Adobe Photoshop، وبعدين هروح اختار مجموعة images اهمها بالنسبة لي الاتنين الاكسترا تكست اللي احنا اتكلمنا عليهم. هختار الاكسترا تكست دي واحطها، وهختار الاكسترا تكست الصغيرة التانية وهحطها، وبعدين هروح اختار في عندي اللايتنج اللي هو ده، بحيث ان انا لو حبيت اعمل enhancement لللايتس اللي موجودة عندي في السين. وكمان هنا لو انا حبيت اعمل enhancement للرeflections، بالرeflections ظاهرة حلوة هنا، ممكن انا استخدمها من هنا. ومديني اللايت ده لوحده، اللايت ده لوحده، كل لايت من الاضاءات اللي موجودة لوحدها، بحيث ان لو حبيت اعمل enhancement لاي type lighting موجود عندي. ده البلوم اند جلير كمان لو انا حبيت استخدمه، فهاخده برضو as a layer وهحطها هنا. هحط في ده كله وهرجع للأساسية اللي موجودة عندي. أول حاجة لما هضيف اللاير دي، الهدف منها إنها تديني ديتيلز. لو أنا جيت قلت له أنا عايز ده مالتيبلاي، بص كده إيه اللي حصل. اللي حصل إن هو أكد تفاصيل حاجات كتير في السين بتاعي، بس طبعا التأكيد بتاعه أوفر، أنا هاخد منه بس اللي أنا محتاجه. فهنزل دي مالتيبلاي. مبدئيا انا بعد ما عملتها مالتيبلاي بروح اقلل القيمة بتاعتها مثلا ل20%. انا تأثيرها انا عايز تأثير بسيط جدا يجي على الحواف اللي موجودة عندي علشان يأكد لي التفاصيل ديت. بالاضافة لكده بروح احط ماسك، وفي الماسك دوت ببراش بلاك بلغي التأثير في الحتت اللي انا شايف انها شكلها فيك شوية. يعني التأثير هنا في المنطقة اللي هنا اوفر، فانا عايز اشيله، مش عاجبني. غير كده التأثير ادى 3 dimensional لطيف في معظم الحاجات اللي اتحط عليها. يعني ممكن هنا كمان اشيله من هنا. perfect. هندخل بعد كده على الصغير ده مثل ان هو بيجيب كل التفاصيل الصغيرة. يعني لما هعمل كده هتلاقي ان اي تفصيلة صغيرة مش واضحة ابتدت تبقى واضحة اكتر، وهنا هقدر اسيبه عند الاجزاء ديت لان ده كده صغير. وبرضه هديله قيمة مثلا زي 30% او 40%، ده كده هيبقى مديني 3 dimensional اكبر شوية، تأثيره كبير، خليه 30% حلو. لو بصيتوا للصورة من غير الاكسترا تكست هتلاقيها كانت شوية فيها حاجات فلات. مجرد ما حطيت الاكسترا تكست بيبدأ ان هو يأكد اكتر شيدز وتفاصيل موجودة في الصورة بتاعتك، فبتديك عمق اكبر للصورة اللي انت مستخدمها. اللايت ده ممكن ان انا انزله سكرين، فلو نزلته سكرين او سوفت لايت هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيأكد اكتر الاضاءة الاساسية اللي نازلة على الاوبجكتس. فلو انت حبيت انك تأكد اكتر الماستر لايت ممكن تستخدمه. برضه هستخدمه مثلا بنسبة 50%، مش هستخدمه بنسبة كبيرة اوي. البلوم اند جلير ده برضه بنزله سكرين علشان ينزل الاجزاء المنورة بس او الفاتحة فيه، علشان يديني بلومينج كده لللايت اللي موجود عندي، فيديني الاحساس بالانتشار بتاع اللايت بتاعي بصورة افضل. بعد ما خلصت الكلام ده كله هدوس Alt Ctrl Shift E، فكده عملت لاير جديدة فيها كل التعديلات اللي انا عدلتها على اللاير الاساسية بتاعتي. هروح من هنا واقول له انا عايز اضيف كيرفز، وفي الكيرفز دي هأكد شوية الكونتراست بتاعت الايمج من ان انا انزل بالبوينت دي شوية كده لتحت، وهرفع البوينت دي للإضاءة حاجة بسيطة خالص. فكده انا أكدت اكتر الكالرينج وعملت كونتراست اعلى للايمج بتاعتي بالشكل ده.
ممكن برضو اهدي الكيرفز شوية ما تبقاش عالية قوي. بيرفكت. طبعا تقدر كمان تروح تجيب لينس فليرز وتيجي تحطها على السبوتس دي علشان تبقى السبوتس واضحة بصورة احسن من كده. هي السبوتس هنا باينة انها مش منورة اصلا، بس ان جنرال لو انت حبيت ان انت تبين انها منورة بتروح تجيب لينس فليرز. هحط لكم فايل فوتوشوب فيه لينس فليرز مع الدرس ده علشان تشوفوا ازاي تتعاملوا معاه. فايل الفوتوشوب ده هتلاقوا فيه مجموعة لينس فليرز كده تقدروا ان انتوا تاخدوها. يعني انا جرين ريفال ده لطيف، هاخد اللاير دي دراج ودروب هنا، هقول له يس. اللاير دي انا عايز انزلها برضو سكرين، فونس انا نزلتها سكرين هتلاقيه راح منزل لك حاجة صغيرة بس كده. لو انت ابتديت ان انت تكبر ده شوية once ان انا عملت كده هتلاقي ان هو بيديني بس الاحساس ان كأن اللايتنج ده مدي الجلار ده حواليه. طبعا ممكن تختار واحدة اكبر علشان تحطها في الصورة. انا بالنسبة لي دلوقتي شايف ان هما من غيرهم افضل. اوكي، هعمل اخر حاجة Alt Control Shift E وبروح لفلتر Sharpen Unsharpen Mask وبزوده الاماونت بتاعه 80 for 1 pixel. ده بيعمل ايه؟ ده بيأكد لي اكتر اي ديتيلز ممكن تكون معمول لها blurring عندي. لاحظوا مثلا اجزاء زي هنا without with sharpness اللي موجود. طبعا الماتيريال دي كان محتاجة انها تتظبط شوية بس ايه ما ظبطناهاش. تعالوا كده هنا برضو الدنيا بتوضح اكتر. اوكي، خلينا نمرج كل اللي احنا عملناه ده في جروب ونقول ان الصورة كانت خارجة عندي من الماكس كده بعد some edits على الفوتوشوب. بعد شوية تعديلات على الفوتوشوب هتلاقيها بقت بالشكل ده. فوتوشوب بيخلي الصورة بتاعتك ألوانها تبقى مظبوطة أكتر، 3 dimensional بتاعها يبقى مظبوط أحسن، وبيخلي صورة فيها اللمعة بتاعت إنها حاجة جديدة يعني بدل ما هي بهتانة كده شوية. generally جربوا الكلام دوت وعايز أشوف الريزلتس بتاعت الكلام دوت في الجروب بتاعنا. توفيق لكم.